السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا فيكم في قناة طبخ وحلويات. اليوم صايبت معكم السفنج. الصراحة حتى بديت كنطيبو عاد تفكرت باللي بغيت نشاركو معكم، علاش لا. بالنسبة للمقادير انا درت غير درت الفورس و3 زلاف ديال الفورس، درت فيه زلافة ديال الفينو وعجنته مزيان مع الخميره ديال الحلوى ومعلقه ديال السكر، وبقيت كنعجنو كنزيد الماء شويه بشويه داكشي. المهم درت غير في العجانه، صراحه جات العجينه خفيفه وزوينه. المهم كلشي كيعرف العجينه ديال السفنج. المره الجايه ان شاء الله غادي نحاول نشارك معكم الطريقه بالتفصيل، يعني من العجينه يعني المقادير العجينه كلشي دقه دقه. المهم انا هذا الفيديو ما بغيتش زعما نضيعو، قلت علاش لا نشاركو معكم باش تشوفوا حتى السفنج كيفاش جا واعر بزاف. ايوا كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه. فما كتشوفوا كندير مع مقله صغيره، مقله وحده اخرى عامر فيها الزيت، وحده فيها الزيت شويه. كنتقب العجينه الاولى كنحطها في المقله الصغيره بيد ما تشد راسها. اين فوا كتبدا تشد راسها كنحولها للمقله الكبيره واللي كيكون فيها زيت غزير، وصافي بالمعلقه كنبقى نهز شويه ديال الزيت ونلوح فوق السفنجه. كتنفخ وكدير هذوك الفقاعات، كيجي مهوي السفنج، كيجي رائع بزاف. وكنتمنى تعجبكم الوصفه، وما تنساوش تشاركوا الوصفه مع الاصدقاء والاحباب. والى اللقاء الى فيديوهات اخرى ان شاء الله.
كما كتشوفوا هنايا السفنج كيفاش كيجي رائع، كيجي مفشفش وكيجي خاوي من الداخل، كيجي خفيف، كيجي فحال البيني اللي كيتباع حدا البحر. والله الا فكرني في البيني ديال اللي كناكلو حدا البحر بالسكر، وانا فعلا درت فيه السكر للدراري كيعجبهم بزاف وكيجي رائع بزاف. والله الا ما غاديش تندموا الا جربتوه. غادي نقول لكم المقادير. كديروا 3 زلايف ديال الفرص، فيه زلافه ديال الفينو، وكديروا معلقه صغيره ديال السكر، خميره ديال الخبز مع الملحه نتوما قياسكم صافي. وكتخليوه في العجانه كيعيد تعجن. اللي قدات تعجنوا في العجانه تعجنوا، اللي غير بغات تعجنوا فيه بيديها راه تعجنوا بيديها، راه ماشي صعيب. خليه غير يرتاح كل 5 ديال الدقائق ولا 10 ديال الدقائق هكا، ضربيه مزيان حتى كيدخل الهواء فيه مزيان صافي. كيجي مهوي وكيجيو فيه هذوك الفقاعات، كيجي رائع بزاف. كنتمنى تعجبكم الوصفه وتشاركوها مع الاصدقاء والاحباب اكيد. والى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.